يا ترى انت انهي واحد فيهم؟ بطاطس ولا بيضة ولا قهوة؟ تعالوا نشوف. كان في بنوتة شابة قاعدة تشتكي لباباها من الحياة، كانت ملطشة معاها قوي، وكل ما تطلع من حفرة تقع في ضحضيرة، وتعبانة قوي وحاسة ان الدنيا جاية عليها قوي. باباها كان بيشتغل شيف طباخ، قال لها تعالي بس معايا المطبخ. دخلوا المطبخ، جاب 3 حلل، حطوهم على 3 عيون، وحط فيهم مية ولع عليهم. حط في الأولانية بطاطساية، وفي التانية بيضاية، وفي التالتة حبوب قهوة، وقعد يستنى لما تغلي. بنت بقى زهقت قوي، ايه يا بابا اللي انت بتعمله ده؟ انا جايه اشتكي لك وانت هتسيبني وتقعد تطبخ؟ فقال لها استني بس. بعد 20 دقيقة طفى النار على ال3 حلل، طلع البطاطساية حطها في طبق، طلع البضاية حطها في طبق، والقهوة صبها في كوباية. انت بقى بابا يعني احنا في ايه ولا في ايه دلوقتي؟ قال لها بصي كده على البطاطساية. بصت عليها قالت له ايه؟ قال لها طب المسيها. لمست البطاطساية لقيت البطاطساية بقت هشة وطرية. قال لها قشري بيضة. قشرت البيضة لقيتها بقت صلبة وناشفة. قال لها دوقي القهوة. دقت القهوة، ومع أول شفطة وريحة القهوة دخلت نخششها، وابتسامة ظهرت على وشها، بس ما كانتش فاهمة. قالت له يعني عايز تقول ايه؟ قال لها البطاطساية والبضاية والقهوة ال3 مروا بنفس المحنة، مية مغلية، بس كل واحد فيهم بتفاعل بطريقة مختلفة. البطاطساية كانت ناشفة وصلبة وخشنة، بقت طرية وهشة. البيضة كانت طرية وهشة وقشرتها ضعيفة وبتحمي حاجة في منتهى الضعف، بس بعد ما اتغلت بقت صلبة وناشفة. أما القهوة بقى لما اتحطت في نفس المحنة غيرت من المية نفسها، وعملت منها حاجة جديدة وجميلة. تفتكري انتي من أنهي نوع؟ بطاطساية ولا بضاية ولا قهوة؟ وأنا دلوقتي بسألكم، تفتكروا انتوا من أنهي نوع؟ البطاطساية الهشة ولا البضاية الناشفة ولا القهوة أم ريحة جنان؟ وتوتة توتة خلصت الحدوتة. يا رب تبقى حلوة ومش ملتوتة. أشوفكم المرة الجاية، سلام.